في تريكس صغيرة خالص لو قدرت تفهمها في ال AI هتخلّي شغلك في حتّة تانية، بالذات لو براندات مهتمة بتفاصيل المنتج بتاعهم. في ناس بتعمل فيديوهات كتير بالAI، بس بالذات المنتجات الناس بتبقى حابة تبيّن كل التفاصيل كأنها صوّرتها. فإيه الفرق لو هو عمل فيديو مبهر وجميل بس مش مبيّن تفاصيل المنتج بجد؟ فتعالَ معايا أوريك التراك ده. مش هاطوّل عليك تمامًا، أنت بس وأنت شغال لازم تبقى أنت عامل sheet للمنتج بتاعك، فأنت لو نزّلت منتج هتنزّله كده مثلًا أهو هتلاقي المنتج نازل بالشكل ده، تمام؟ الsheet لو أنت استخدمت ده بس فيه تفاصيل صغيرة مش هتبان، زي إيه مثلًا؟ زي كلمة العربية للعود مش هتبقى باينة هنا. لمّا يعني خلّيني أشرح لك أكتر، لمّا أنا استخدمت مثلًا الsheet ده لو خدت بالك أهو، الsheet فيه كل تفاصيل بتاع العلبة، تمام؟ لما جينا نستخدم عملنا الفيديو اللي هو ده، بص كده، بص كده معايا، الفيديو بوظ تفاصيل، لو خدت بالك في تفاصيل باظت. فطبعا زي العربيه للعود عمره ما هينزل حاجه بايظه كده. يعني الفيديو مبهر وشكله جميل ورائع وكل حاجه ومزيكا جميله وكل حاجه، ولكن في تفاصيل بايظه، ده مش معقول يعني. لكن لو انت ضفت في الشيت بتاعك التفاصيل دي، ان انت تخلي الشيت في تفاصيل المنتج زي الحاجات الصغيرة دي، فهياخد باله، فيبقى النتيجة بتاعتك اللي هي دي. بص كده، بص كده التفاصيل، كده فيديو ينزل عند البراند مفيهوش أي مشكلة. بص